عمركم قبل كده اكلتوا باميه وفيها طشه؟ طبعا هتقولي لي ازاي يا امان؟ الطشه دي بتبقى في الملوخيه صح، ولا بنعمل فيها كده صح؟ لا، اسكتوا، طلعت كمان في الباميه. عايزه اقول لكم انا والله ما كنت اعرف حتى الموضوع ده لحد لما جربت الطريقه دي وعجبتني جدا. تخيلوا بقى طاجن الباميه هيبقى في طاجن، يعني معمول في طاجن وكمان بالطشه، هيبقى طعمها ايه؟ عايزه اقول لكم هتخلي طعمها رايحه في حته تانية خالص خالص خالص. تعالوا بقى نشوف الطريقه على طول، استنوني. كوكينا أكلتك علينا. السلام عليكم، معاكم ايمان مجدي من قناه كوكينا. النهارده بقى هعمل لكم حته طاجن باميه بالطشه، انما ايه يستاهل بقكم كده. عايز اقول لكم تحفه تحفه تحفه. تعالوا بقى نشوف الطريقه، بس قبل ما نعمل اي حاجه نصلي على النبي. اول حاجه هنا حطيت شويه زبده على زيت او اي ماده دهنيه عندكم، واول ما سخن بشرت بصله كبيره، وهبتدي احط شويه بقى عليها ملح. هحط ملح عشان تخليها تدبل معايا اسرع. وعايزه اقول لكم تحطوا ملح برده في الرز الصياديه بالذات في البصله يعني بتاعتها، عشان يعني هتحمر اسرع ان شاء الله تتحمر معاكم. دلوقتي هبتدي اشوحها كويس جدا، بس مش هخليها تدبل بس، لا هخليها تحمر، لان الموضوع ده بيفرق في طعم الصلصه جدا، واعتمدوها في كل الصلصات زي مثلا بتاعه الباميه والفاصوليا والبزله، هتبقى حلوه قوي. خلاص، ايوه هي دي درجه الحمار اللي انا عايزاها. بعد كده بقى هحط معلقه صغيره توم مفروم. هبتدي كده اشوح فيها لحد لما تدبل والريحه الحلوه بتاعتها تطلع، مش عايزاها تحمر. وبعد كده هنا جبت كيس بامية يعني مجمدة حوالي 400 جرام. ممكن تجيبوا مثلا بامية فريش او اللي انتم مفرزينها. كده كده الطريقة دي هتفرق يعني هتنفع مع اي نوع بامية ان شاء الله. دلوقتي قلبتها كده لحد لما تتشرب كده من البصل والثوم. عايزه اقول لكم الطريقه دي بتفرق جدا في الطعم قبل ما نحط عليها اي اضافات، وهنغطيها شويه لحد لما تتشرب من الثوم والبصل. بعد كده بقى ايه، جبت طماطم مبشوره. انا يعني انا بشرتها، ممكن انتوا تعصروها في الخلاط بس انا كسلت الصراحه. عايزه اقول لكم عادي هنحطها عادي، ومش يعني ولا هتحسوا بطعم البذر ولا القشر خالص ان شاء الله. هنشوحها كده بالراحه عشان ما تتهريش معانا. بعد كده نحط التوابل بتاعتنا: فلفل اسود، ملح، بابريكا، كزبره ناشفه، مرقه دجاج بالخضار. ممكن تستغنوا كمان عن مرقه الدجاج وتحطوا شوربه مكانها، بس انا عشان مش هحط شوربه حطيت مرقه. تمام. عايزه اقول، او هنقلبها بقى كده على السريع، هنشوحها برضو بس بالراحه زي ما قلت لكم. بعد كده بقى هحط ايه، ميه مغليه. ميه مغليه يا جماعه لازم تكون مغليه، ما ينفعش تكون ميه من حنفيه عاديه علشان هتوقف السوا بتاعنا. دي كمان اصلا هتسهل لنا في السوا اسرع ان شاء الله. هقلبها بقى كده بس بالراحه. وبعد كده هغطي على لحد لما تستوي، وبعد كده هرجع لكم تاني. دلوقتي خلاص استوت حوالي 3/4 سوا، عشان لسه هكمل سواها في الطاجن. هبتدي بقى احطها في الطاجن او اي صينيه، بس طبعا الطاجن طعمه حلو جدا. 3/4 سوا زي ما قلت لكم. دلوقتي ميعادنا مع الطشه الخطيره. هنحط زبده على زيت ونسخنهم كويس. بعد كده نحط ورق لورا على حبهان. ممكن ما تستغنوا عنها، بس على فكره برضو بتدي طعم حلو جدا. وعلى فكره اللي انا عرفته المفروض نشق كده حته من الحبهان عشان ريحته تبقى احلى وطعمه، بس من غير ما ننزل الحاجات اللي جواها الفرافيت دي عشان ما تمررش. هنشوحها لحد لما ريحتها تطلع. وبعد كده بقى انا هنا قطعت فلفل اخضر مكعبات. آم، ممكن تحطوا فلفل حراق بس او الوان. وبعد كده بقى هشوحها يدوبك، بس معانا عايزاها ايه، هشوحها لحد لما تدبل حاجه بسيطه، مش عايزاها تدبل قوي طبعا عشان قيمتها الغذائيه ما تروحش. بعد كده هنوسع بقى الايه للكبير بتاعنا اللي هو الثوم. هنحط معلقه صغيره ثوم زي ما حطينا في الباميه، ما تكتروش عن كده. وهبتدي برضو اشوحها لحد لما ريحتها الحلوه تطلع، مش عايزينها تحمر معانا. هنشوح شوح شوح ونقلب قلب قلب بسرعه كده زي ما انا ايه بعمل، تصرفوا. تمام. وبعد كده بقى ايه، هنا هنحط معلقه كبيره خل مركز، واحده بس يا جماعه، وخلي بالكم بعد الشر عليكم يعني عشان ما ترطش في وشكم. طبعا الريحه بقت تحفه جدا. هنحاول نقلبها، هنقلبها كده بسرعه. بعد كده جبت طماطمايه مقطعه مكعبات صغيره. برضو هشوحها بسرعه كده، مش هخليها تدبل قوي معايا. بعد كده بقى نحط بقى، ركزوا معايا، معلقه صغيره كمون. معلقه ايه، معلقه صغيره كمون، مش كزبره، عشان دي يا جماعه مش ملوخيه، دي باميه. بس بقى ريحتها بقى بقت تحفه جدا، ريحتها فظيعه
بجد. هنبتدي بقى نشيل كمان دلوقتي ورق اللورة والحبهان علشان ما يطلعش معانا ايه في الاكل ويضايقنا، عشان طعمه مر. دلوقتي بقى نحطها في الايه في الطاجن العسل ده، بس انا هحط نصه بس عشان عامله المقدار ده ل2 طاجن. تمام. بص بقى تحفه جدا، مش عايزه اقول لكم ازاي، بجد حلوه قوي قوي فعلا. هنا بقى حبيت اوريها لكم قبل اصلا ما تخش في الفرن، يعني بصوا الجمال ده قبل ما تخش الفرن اصلا، بس عشان كنت بصور في المطبخ حبيت اطلع لكم في النور ربنا هنا. بصوا الجمال بقى، الالوان حتى طبيعيه. دلوقتي بقى احطها في الفرن لحد لما تتسبك شويه، واديها وش كده حلو في الشوايه، واوريكم بقى الجمال اما تطلع ومن جوه وهندوقها وكل حاجه. بصوا بقى جمالها وحلاوتها، يا سلام بقى على الريحه والطعم والجمال. بصوا بقى انا هوريها لكم كده من جوه. بصوا انا بحاول كل ده عشان اخد ايه، ادوق معاها الطشه، ما رضيتش اقلبها جواها عشان تبقى ايه طعمها كده باين. بصوا بقى الجمال والحلاوه، بجد حاجه كده ايه خياليه بجد يعني. لازم تجربوها يا جماعه، لازم بجد ان شاء الله. ريحتها وطعمها حلوه قوي بجد. هستناكم بقى تجربوها، وهسيبكم دلوقتي بقى ايه مع الختام. بجد نفسي تجربوا الطريقه دي. انا مش هتكلم غير لما تجربوها وتبعتوها لي وتقولوا لي يا ايمان ايه رايكم فيها. تمام. يا ريت بقى تجربوها وتبعتوها لي على صفحه كوكينا. وما تنسوش بقى في التعليقات واللايكات والاشتراكات. كانت معكم ايمان مجدي من قناه كوكينا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.